السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض صفحة 277 و280 كتاب المعاصر إنجليزي الصف الأول الإعدادي. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات ومراجعات ليلة الامتحان بأمر الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأولاني بيقول لك choose the correct answer from ABC or D. السؤال الأولاني بيقول لك food is healthier than fried food. الطعام الصحي بيكون اكثر من الطعام المقلي. هتقول له هنا ايه طعام ايه اللي بيكون صحي اكتر من الطعام المقلي؟ هتقول له جريلد اللي هو الطعام المشوي اللي بنشوه على الشوايه اللي هي الجريل. طيب بيقول لك نقط give the us بتعطينا instruction اللي هي معلومات on how to make a meal، ازاي نعمل وجبه، اللي هي بتكون ايه؟ بتكون الريسايب اللي هي الوصفه بتديك معلومات ازاي تعمل الوجبه. طيب بيقول لك هنا رقم 3 this restaurant هذا المطعم makes tasty dishes بيعمل اطباق لذيذه. we always have lunch here احنا دايما بنتناول الغدا هنا. رقم 4 بيقول لك هنا during رمضان أثناء رمضان Egyptian المصريين like to eat many kind of dessert like المصريين بيحبوا ان هم يتناولوا او يأكلوا العديد من الحلوى مثل هتقول له قطايف. طيب رقم 5 بيقول لك she looked at a few different هي وجدت اختلاف هتقول له ويب سايت على مواقع إلكترونية to check information online عشان تفحص المعلومات بتاعتها. طيب بيقول لك هنا كريسماس بودينج از ا ديزرت ويز اللي هي حلوى الكريسماس بتاعت رأس السنة يا شباب بتكون ويز ويز رايد تكون فاكهة مجففة فروت اند شوجر اند سبايسز. طيب بيقول لك هنا people الناس هتقول له pour بيصبوا السيرب اللي هو الشراب اللي هو الشربات يعني اللي هو بتاع الحلويات ده made for a sugar over قطايف فوق شربات القطايف فوق القطايف. طيب رقم 8 بيقول لك هنا I like to fry fish on in oil انا بحب السمك المقلي في الزيت. طيب رقم 9 هتقول له سيرب اللي هو الشربات او الشيرة العسل يعني is sweet juice بيكون حلوى سائلة made of sugar مصنوعة من السكر. رقم 10 بيقول لك is a river بيكون نهر fish السمك فروم استراليا. هتقول له هنا ايه رقم سي اللي هي سمك البارامندي يا شباب سمك استرالي بارامندي. طيب بيقول لك هنا at new year في السنة الجديدة the Chinese eat اللي هم الصينيين eat long noodles بياكلوا اللي هي المكرونة الطويلة ديت called noodles for long life طول الحياة. طب بيقولك هنا رقم 12 with rice and salad بيكون معاه سلطة ورز. طيب قطايف are a sweet pancake بتكون فطاير محلى أو فطاير حلويات filled with nuts بتكون مليئة بجوز الهند. are you ready هل انت جاهز to order عشان تطلب order سير سيدي؟ قال له sure I want fries please أنا عايز بطاطس مقلية من فضلك. هنا صفحة 277 ننتقل لصفحة 280 يا شباب. تعالى هنا مع بعض. بيقول لك هنا تشوز برضو بيقول لك نمبر 1 هتقول له هنا during the month of رمضان أثناء شهر رمضان in Egypt في مصر Egyptian eat قطايف الناس بتاكل القطايف. طيب رقم 2 هتقول له at this time في هذا الوقت of year من السنة we always cook special noodles احنا بنطبخ مكرونة خاصة. طيب people pick a coin into the pudding. طيب قطايف ار بوت هتقول له into oil القطايف بتوضع في الزيت and fried وتقلى. رقم 5 I didn't see you أنا ما شفتكش for a long time لوقت طويل are you okay أنت كويس. هاتم pick in هتقول له next to my motorbike. طيب هنا بيقول لك رقم 7 I put the new vase on the table أنا وضعت الفيز الجديدة اللي هي التذكرة بتاعتي on the table على الترابيزة. طيب بيقولك why are you still at home ليه انت باقي في المنزل؟ قال له we are waiting you احنا منتظرينك. can I add some nuts هل ممكن استطيع ان انا اضيف بعض جوز الهند the pudding mom للبودنج يا امي هتقول له ايه nuts of. طيب هنا بيقول لك he has 12 candles هو عنده 12 سنة 12 شمعة
on the cake على الكيكة. طيب رقم 2، رقم 1 فيها هتقول له هنا I like to make قطايف، انا بحب ان انا اعمل قطايف at home في المنزل. I like to make قطايف نقط home، برضو هتقول له انتو home، بس احنا او احنا خدنا اكتب انتو. we will be in أسوان، احنا هنزور أسوان او احنا هنكون في أسوان at this time في هذا الوقت of the next year الاسبوع السنة القادمة ان شاء الله يعني. طيب بيقول لك هنا what did you do at new year، انت بتعمل ايه في السنة الجديدة؟ the children الأطفال are at home بتكون في المنزل. there are a lot of food on the table هناك العديد من الطعام على الترابيزة. my mother bought potatoes مامتي وضعت البطاطس into oil في الزيت to fry عشان تقليها. she left here notebook، احنا شفنا هي تركت المذكرة بتاعتها on the on the shelf على الرف. we waited for احنا انتظرناه a long time before the bus arrive قبل الاتوبيس ما يوصل. طيب هنا رقم 10 the restaurant is next to the bank المطعم بيكون قريب من من البنك. حلنا صفحة 280 وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا شباب. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح يا رب، مع السلامة.